طليق الراشدي مدير مهرجان مسرح الحي المحمدي. اليوم احنا كنحتفلوا بمناسبة اليوم الوطني للمسرح في إطار الدورة العاشرة، واللي بطبيعة الحال مجلس إدارة الشباب الحي المحمدي هو بشراكة مع مقاطعة الحي المحمدي وبدعم من مسرح محمد الخامس ومؤسسة مسجد الحسن الثاني. هاد الناس لولاهم ما كانش اليوم المهرجان يرجع للدورة العاشرة من بعد ما توقف في كوفيد. واليوم المهرجان وحنا كنحتفلوا بمناسبة اليوم الوطني للمسرح اللي حاضرين فيه كيف كتلاحظوا مجموعة ديال الفعاليات الثقافية والفنية، واللي انطلق من اليوم 19 وغينتهي يوم 25. وبطبيعة الحال غادي يكون واحد مجموعة ديال العروض متميزة وفيها ممثلين اللي هما كبار واعمال اللي هي جيده. اكيد كذلك القوه ديال هذا المهرجان ديال هذه السنه هو الورشات التكوينيه لفائده التلاميذ والساكنات المنطقه اللي من جمعيه الهواة ديال المسرح. وبالتالي هذا هو الدور ديال المهرجان من اجل تاهيل العنصر البشري والتكوين ديالو، لان الحي المحمدي هو الحي ديال العطاء ديال الفن. وبالتالي هذا هو الدور الميزه ديال المهرجان والمؤسسات المجتمع المدني. اذا تاهيل العنصر البشري شرط اساسي باش يمكن نعطيو جيل اخر للمستقبل. أنا سعيدة جدا بالتواجد ديالي هنا في الحي المحمدي، وما غتفوتنيش فرصة أنني نترحم على أحد أعمدة المسرح المغربي اللي هو الأستاذ الكبير أحمد كرس. هو صديق وأخ وأستاذ اللي حنا اشتغلنا معه سنوات طويلة ولعبنا له بزاف ديال العروض. وللأسف بعض الأحيان حتى كيموت الإنسان هذا كيتواصلوا مع الناس. كنفرح دابا ملي كنشوف ان مهرجانات غتنظم وغتستحمل الدوره شعار يعني عنده علاقه باعماله والدوره باسمه وتكريم ليه وكل شيء، ولكن لو كان في حياته كانت غتكون عندها فالور اكثر. فاي واحد كيشوف هذا الفيديو ترحموا على الاستاذ الكبير احمد كرس، انسان طيب من طينه بصح نادره. عوده لموضوع المهرجان، حنا عرضنا مسرحيه ديال بورتري هي سيناتور عمر جدلي، تشخيص كل من محمد الأثير، عبد الرحيم منياري، منيا مكيمل وزاهيه الزايري. كيف ما شفتوا هي واحد كنقولوا فنانه ثوريه، الفنانه اللي كترجم الاحاسيس ديالها ولا دولور اللي كتحس بها اترافير لي طابلو اللي كترسم، اللي مفروض عليها واحد سلطه وصايه من طرف العمام ديالها، ماشي حبا فيها لان بقات يتيمه، وانما فقط للسطو على الارث ديالها. وهنا غنشوفوا الانتفاضه ديال هذه الفنانه وحقها في المطالبه انها تختار شريك الحياه باش ما تولدش المؤسسه الزواج وهي مكرهه، وكتلقى راسها كذلك انها هي المعين الوحيد الام ديالها اللي كفيله، وجات وسط صراع ديال المحنات ديال الام والعمام والقباحه ديالهم باغيين ياخذوا الورث. المهم واحد المخاض في قالب هزلي كوميدي واحيانا اخرى درامي، والحمد لله كان تفاعل زوين مع الناس ديال الحي المحمدي. ودايوغ ماشي غريب، راه منبع ديال الفنانين المغاربه لا في الغناء ولا في التمثيل ولا في الرياضه ايتترا، فاحنا في المنبع ديال الفن، الوغ سي نورمال يكون هاد لا شالور دو بوبليك. فوالا شكرا لكم. الصفه ديالي يوسف رخيص، رئيس مقاطعه الحي المحمدي. كنحضر اليوم افتتاح ديال المهرجان ديال المسرح الوطني الدورة العاشرة بعد ما توقف هذه تقريبا 5 سنوات أسباب ديال الجائحة ديال كوفيد. اليوم يعود بقوة تحت شعار استمرار العمل المسرحي. أكيد اليوم كان هذا افتتاح واللي كان حضروا مجموعة ديال الفنانة، كان واحد العرض متميز لواحد الفرقة ديال مسرحية بورتري. أكيد عندنا واحد الأسبوع غادي نحضروا يوميا تقريبا المسرحيات. هذا المهرجان كان بدعم ولو من وزاره الثقافه، كاين دعم ديال المقاطعه. حنا بينا باش ناخذوا بعض العروض، عاوننا مجلس دار الشباب لان ما يمكنش هذا المسرح بالمركب الثقافي وما نساهموش به. فبغينا اليوم بحال كما كان قلت لكم هذه 5 سنين هو متوقف. هذه انطلاقه كانت متميزه. هذا المنبر كنشكر جميع المشرفين على المهرجان، على راسهم السيد رئيس مجلس الدار سي صديق الراشدي اللي دار واحد العمل جبار، الى جانب رئيس قسم ديالنا سي العلام. المجلس برمته كيبارك هذا العمل. ردينا هذا المهرجان اللي كنا فقدناه. اليوم كنتكلموا على الدائره الغيوانيه، كنتكلموا على الانشطه الثقافيه، ولكن نسينا المسرح. فاليوم المسرح يعود بقوه الى الحي المحمدي. بغيناه يبقى ثاني سنه اللي هي في هذا التاريخ نبقاو نحتفلوا به.